أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أصل الأشياء. اليوم راح نتحدث عن أصل أكلة المصموطة. المصموطة أكلة شعبية عراقية قديمة انفردت بها المحافظات الجنوبية من العراق، وانتقلت بعدها إلى بعض المحافظات الأخرى. تعود أصول الأكلة إلى الحضارة السومرية وتوارثها العراقيين. طبعا أكو من يرى أنه اسمها مشتق من اللفظة العامية تصمت، واللي ترادف السلق بالماء مع الملح والتوابل. واعتاد الناس بجنوب العراق على تذوق واستطياب واستحباب هذه الطبخة في الأكل كوجبة غذائية مهمة ومشهورة بالأوساط الشعبية. طبعا تفننت العوائل بطبخ هذه الأكلة، يتم بها تنظيف السمك وتنتزع منه القشور، بعدها ترش كمية كبيرة من الملح وتعلق عدة أيام على الحبل في الظل أو تحت أشعة الشمس لحد ما يجف بشكل تام، ويكون تعليقها على شكل قلائد. يعني كانت تجمع مجموعة من الأسماك، خصوصا الأسماك الصغيرة، بخيط حتى تشكل قلادة. أما الأسماك الكبيرة فتعلق كل سمكة على حدة. أما طريقة طبخها فأكو طرق مختلفة، حيث يتم غسل السمك وتقطيعه وإعداد المكونات الضرورية لتحضير المصموطة كالزيت والماء والبصل والثوم والتوابل اللي تشمل الكركم والكاري. بعض العوائل تضيف البامية أو اللوبيا أو الباذنجان، ثم توضع على النار وتنتج حساء ذا لون أصفر، وتقدم مع الخبز الحار والمخللات والبصل الأخضر الطازج والتمر والراشي واللبن والنوم الحامض أيضا. وهناك طريقة أخرى لطبخها، هي إضافة الطماطة ومعجونها لتصبح مرق أحمر وتسمى المهروثة، لكن هي تبقى تحت المسمى الرئيسي اللي هي المصموطة. المرق الأحمر أخذ بالشيوع أكثر من الأصفر، وبالأخص بمحافظة ذي قار. أما الأصفر فما زالت بعض العوائل بمحافظة البصرة متمسكين به. والمهروسة بها مميزات، مثل نوع الأسماك اللي يتم طبخها بها، ولازم أنه تكون كبيرة، ويقطع الرأس والذيل وتستخرج من العظام أيضا. بعدها يتم إعداده بالطريقة اللي تعد بها المصموطة. جرت العادة على أنه يقدم الناس هذه الوجبة بالأعياد، وبالأخص في محافظة ذي قار. يمكن للقادمين إلى المدينة أن يشمون ريحتها تفوح من المنازل والبيوت، طبعا أيضا تنساب عبر الأزقة والشوارع. وهالشيء ما يتكرر هواية إلا مرات معدودة خلال العام. يتعدى مفهوم المصموطة من كونها أكلة تقليدية يفضلها الناس بالأعياد على وجه الخصوص، لحد ما تكون جزء من حياة السكان، خصوصا أنه هي ما تزال تحظى بالاهتمام الواسع على مدار السنة رغم التطور والأكلات الحديثة اللي دخلت للمطبخ العراقي، واللي بقت تمثل هذه الأكلة جزء من تراث هذه المحافظة. دائما ما ترتبط ذاكرتها بحضارة بلاد الرافدين القديمة، حتى وارث السكان طريقة إعداد وطبخ هذه الأكلة من آلاف السنين بنوعيها الأصفر والأحمر أيضا، دون أن تضاف أشياء حديثة لمكوناتها.